في ناس كثير بخربطوا بين الأمزاتشتوير والأينكومنشتوير. الأمزاتشتوير هو عبارة عن أي إشي أنت تبيعه داخل محلك بتأخذ عليه ضريبة. يعني على سبيل المثال أنت حلاق وحلقت لزبون وأخذت منه 10 أورو، بال10 أورو في 19% هذول للدولة، هذول مش إلك، أنت بتأخذهم من الزبون وتعطيه للدولة مباشرة 19%، لأنه أمزاتشتوير. في ضرائب 9% اللي هي على الأكل والشرب. يعني على سبيل المثال رحت أنت على مطعم قلت له بدي سندويشة شاورما، وخدت سندويشة الشاورما ومشيت بالشارع تاكلها، بتدفع عليها 9% ضريبة. أما إذا أكلتها بالمحل عنده فبتدفع عليها 19% ضريبة. هذول الضرائب بأخذهم صاحب المحل برجعها للفنلانس أمت. هذول مهمات كثير. الأينكومنشتوير هو عبارة عن السنة كاملة، شو الدخل تبعك أنت بالسنة. على سبيل المثال مرتك بتشتغل ب20,000 بالسنة، أنت بتشتغل ب20,000 بالسنة، عندك أنت الكندر قلت بيحسبوا لك إياه، عندك على سبيل المثال هاوس أو سيارة مأجرها، أي إشي بيدخل عليك مصاري أنت لازم تدخله بالأينكومنشتوير تبعك، بيحسبوا لك إياه كامل قديش الدخل تبعك. على سبيل المثال إذا عندك أنت دخل بالسنة 60,000 أورو بيحسبوا لك إياه الفنلانس أمت، ممكن يقول لك عليك أنت تقريبا 5,000 أورو ضريبة لازم تدفعها للفنلانس أمت. هذولا ما لهنش خص بالأمزاتشتوير. الأمزاتشتوير هذا للدولة مباشرة من المبيعات اللي تبيعها. الأينكومنشتوير حتى لو ما كانش عندك محل، إذا كنت تشتغل أنت لازم تعمل أينكومنشتوير أكليرونج سنوي، ممكن يرجع لك مصاري، ممكن هم يطلبون عندك مصاري. تحياتي للجميع، أبو صالح الدلكي، مع السلامة.